ولا طنط اللي لما الضيوف يمشوا من عندكم ترفع سماعة التليفون ولا مش متجوز وقاعد في لمة العيلة بيقولوا له ايه مفيش جديد مش هنفرح بيك. يا هلا منورين واهلا بيكم في حلقة جديدة الاسبوع دوت. الاخبار ماشيين كويس لحد دلوقتي؟ لو الاجابة ايوه فعاش جدا جدا جدا، انتم كده ماشيين على الطريق الصح اللي ان شاء الله اخره هنبقى كلنا ناجحين واشخاص افضل ان شاء الله. ولو الاجابة لا فما تيأسوش، لان لسه ان شاء الله في فرصة، لان كل يوم عبارة عن بداية جديدة. نخش على المهم. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة بتضايقنا كلنا للأسف. دايما كده بتلاقي حد حاشر نفسه في كل حاجة في حياتك، تحسه كده كأنه لابس نظارة مركز بيها في حياتك، عارف كل تواريخ حياتك المهمة وعارف حياتك أكتر منك انت شخصيا. يعني انت ممكن تنسى عادي، انما هو لا، بيبقى فاكر كل حاجة. ايه ده؟ انت عيد جواز بنت خالة مامتك مش بكرة؟ وانت اصلا ممكن ما تكونش عارف اصلا مين بنت خالة مامتك دي. لما بتبقى بتتكلم بتتشاتنج مثلا في التليفون وتلاقي حد طالع من قفاك كده بيبص معاك في التليفون يقولك لا انت المفروض ترد تقول كذا. ولا طنط اللي لما الضيوف يمشوا من عندكم ترفع سماعة التليفون وتقول مين اللي كان عندكم؟ كانوا بيعملوا ايه؟ لا مش بس كده، واللي مش متجوز وقاعد في لمة العيلة بيقولوا له ايه مفيش جديد مش هنفرح بيك. تحس مسلسل ومستنيين الجزء الجديد اللي يتجوز فيه البطل. واللي متجوزين بيقولوا لهم ايه مفيش كتاكيت نلعب معاهم ولا ايه. تحسها مزرعة سعيدة ولا هو يلا. ولا يا ابني انت ما بتنزلش تشتغل ليه؟ عجباك قعدة البيت يعني؟ ولا ايه ده انتوا جبتوا حاجة جديدة البيت؟ تحسهم بيفصصوا البيت حتة حتة بعينيهم، وبتحس ان خصوصيتك راحت. طب يا ترى ليه الحشرية ديت؟ وليه اصلا الناس بتقول كده؟ الفضول في اللغة عامة هو حب المعرفة أو حب الاستطلاع لكل شيء مجهول أو جديد. التطفل، الفضول، الحشرية كلها مسميات لحب الاستطلاع اللي فيه منها بيخلينا نروح للجانب الإيجابي منها، إن احنا بنعرف كل حاجة مفيدة وبنكون حد أحسن. الفضول أو التطفل مش حاجة جديدة علينا، دي كانت موجودة مهن فيها بالفعل في القرن ال19. المهن دي كانت بتعتمد على التطفل على أخبار الناس المشاهير اللي هم الباباراتزي. كانوا بيطاردوا المشاهير في كل مكان عشان يعرفوا كل أخبارهم وكل جديد، وبيعرضوها طبعا في الصحافة والإعلام. بس للأسف النهاردة الموضوع ده مش مقتصر بس على الصحافة والإعلام الكبير، ده بقى موجود في إيد كل الناس بسبب السوشيال ميديا. احنا بنقولش ان السوشيال ميديا مضرة او حاجة، لا خالص. الناس هي اللي بتستعملها غلط. بدل ما بيستخدموها علشان يطوروا نفسهم بيبدأوا يستخدموها في الحشرية او ان هم يبقوا باصين للناس في كل حاجة. عارفين من الرغم ان الانسان بيتضايق من تطفل الغير عليه، ممكن يبقى التطفل ده والفضول يبقى سبب مهم جدا لان الواحد يطور من نفسه ويكسب خبرات من الناس اللي هو بيتطفل عليهم او بيتابعهم طول الفترة ديت. بس عايزين نفتكر كمان ان الفضول ده مشاعر فطرية موجودة عندنا من ساعة ما بنتولد. الاطفال بيحاولوا يتعرفوا على كل حاجة حواليهم، طبعا مش بايدهم، ببقهم. حتى الحيوانات برضو كائنات فضولية جدا، واللي عندهم قطط وكلاب هيعرفوا كلامي ده كويس. طب ليه المشاعر الفطرية دي واللي هي بتخلينا نوصل لحاجة كويسة بتتقلب وتبقى حشرية مؤذية جدا؟ وعلى حسب تفسيرات كتير ان الفراغ وان الناس فعلا مش عارفين يملوا وقتهم بحاجة، فبيلجأوا لان هم يتطفلوا على الناس او ان هم يكونوا باصين لهم في كل الحاجات. والموضوع بيتعدى اصلا الفضول ده، اللي هو بيوصل لمرحلة انه بيعلي على الشخص بحيث ان هو ايه ده انت بتشرب قهوتك كده عادي؟ طب انا بشربها في فيو احسن. فالشخص اللي كان بيشرب القهوة هيبطل يشرب قهوة عشان في حد حس ان هو بيعلي عليه، فاللي هو الرخامة دي. الغيرة والمقارنة. غيرة الناس من بعضها بتولد سلوك الحشرية وبتخلي الناس تتدخل في حياة بعض بشكل مؤذي. كل واحد فيهم بيبقى مش راضي بما رزق وبيفضل يقارن نفسه وحياته من وجهة نظره القاصرة، فبتكون نظرته قاصرة على حياة الشخص اللي هو بيقارن نفسه بيه، من غير ما يفكر هو مر بإيه علشان يوصل للحالة اللي هو وصل لها أو النجاح اللي هو وصل ليه. في الأغلب الناس بتشوف بس الحلو
وجانب النجاح اللي الإنسان عدى بيه، ما بيشوفوش أبدا التضحيات ولا المخاطرة اللي هو عدى بيها علشان يوصل للنجاح ده. وتباهي البعض بحاجات ممكن ما تبقاش عنده اصلا لغرض الفشخرة الكاذبة بيعمل نوع من انواع الحقد ملوش اي لازمة. وبرضه بيزود موضوع الحشرية واللي هو انا لازم اطلع احسن منه، فمثلا هجيب اي حاجة احسن منه حتى لو هو مش عنده بس انا هجيبها. يعني تبقى صاحبة ماما متصلة عليا تسألني ها يا ابني عملت ايه في الثانوية، وهي مش عاوزة تعرف انا عملت ايه، هي عاوزة تعرف ابنها احسن مني ولا لا. طيب ايه الحل؟ هنفضل نعاني كده مع الناس الحشرية دي للأبد؟ أكيد لا. واقعيا وعلميا نقدر نتجنبهم ونرد عليهم بطرق شيك جدا من غير ما نرد لهم الأذى. يعني هتلاقي الفضولي ده ليه دخلة كده اللي هو ايه ده انت بتعملي ايه، فهتردي والله مش حابة اتكلم في الموضوع ده، او مش حابة اتكلم في الموضوع ده اصلا. او لو مثلا حد هيسألك بتاخد كام في الشهر يا ترى، هترد تقوله فضل ونعمة الحمد لله. مجرد إجابة مبهمة هتوصل له ان حضرتك مش حابب ترد. او لو حد سألك انت مبسوط في حياتك فانت ممكن ترد عليه بطريقة فلسفية وتقول السعادة غاية لا تدرك. هتلاقيه سكت كده وبلم وقالك ماشي يا عم سقراط. طب لو انت بقى حاسس بفراغ او بدأت تدخل في زون الحشرية والفضول ديت تعمل ايه؟ اول حاجة زي ما تعودنا هنحدد ايه هي مشكلتنا بالظبط عشان نقدر نتعامل معاها وهنكون صريحين مع نفسنا. لو لقيت ان مشكلتك هي الفراغ او ان عندك وقت فاضي كتير، فانت لازم فعلا تملى وقت فراغك ده، تعمل حاجات بتحبها. لو عندك هواية ابدأ مارسها من جديد. لو ما عندكش ممكن تبدأ جدا انك تستكشف ايه هي هوايتك. ممكن يكون عندك هواية 2 3، في ناس عندهم 5 هوايات و10. حاول تعمل حاجة جديدة تبسطك وتخليك شخص نافع لنفسك قبل المجتمع. طيب لو ما كانتش المشكلة ان انت فاضي وعندك وقت فراغ، بل بالعكس انت مشغول جدا ومطحون بس برضه لسه موجود في نفس زاوية الزون واللي هو انا لازم اعرف جاري ده واتعامل ايه ومين راح له ومين جه، يبقى هنعمل حاجة يا عزيزي احنا كنا قلنا عليها. ايوه، تنظيم الوقت. عشان لما تنظم وقتك صح هتلاقي ان مفيش خالص حتة صغيرة حتى ان انت تبص لحد تاني، انت مشغول كاملا في نفسك او في تطوير ذاتك او حتى في القعدة مع اهلك. طيب لو ما عندكش مشكلة من دول بس حاسس ان الموضوع معاك من زمان وللأسف ممكن يكون قلب معاك بحب استطلاع مرضي وانت مش حابب تكمل كده ونفسك جدا تلاقي الحل، اول حاجة طبعا هتفكر نفسك دايما ان الفضول وتتبع اسرار الناس دي حاجة منهي عنها في الدين وعقابها شديد، زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ولازم تعرف برضو ان حب الاستطلاع او الفضول المؤذي ده بيأذي ناس كتير جدا وبيخليهم يفقدوا ثقتهم فيك وبتكون شخص مش محبوب اطلاقا. استعن بالله وصدقني هتوصل للسلام الداخلي اللي هيخليك تبعد عن اي حاجة مؤذية للناس وللي حواليك وهتكون انسان محبوب جدا. خليك واثق في نفسك دايما واعرف انك تستحق كل الحب والاحترام. عارف في حاجة أخيرة، لو حسيت إن خلاص الفضول هياكلك وإنت مش قادر تتغلب عليه خالص، ممكن تستغل الفضول ده في حاجة إيجابية. كنا قلنا واحدة منها في بداية الحلقة اللي هي الإعلام والصحافة، وشوف أنت طرق تانية ممكن تستفيد بيها من الفضول وقولها لنا في الكومنتس. على فكرة بقى الفضول بيخلينا نتعلم كل يوم حاجة جديدة بتخلينا حد أحسن من امبارح، لكن الحشرية والتدخل في حياة الناس ده شيء مؤذي جدا، فياريت كل إنسان يخلي في حاله وفي حياته عشان من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. وبس كده، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا معانا في حلقة الاسبوع دوت، وتابعونا على باقي السوشيال ميديا عشان احنا بننزل محتوى هناك كمان. اشوفكم على خير الحلقة الجاية، سلام.